ما بتشوف الدكتور سمير جعجع برئاسة الجمهورية؟ على الصعيد الشخصي بيوعدني ما بده يبعث حدا يقتلني انا واولادي مثل ما عمل من زمان. بعث يقتلني انا واولادي اطفال، كان اطفال، يعني ممكن يبعث تيقتل اطفال حدا غيري. مظبوط الكلام؟ يلي بيقتل اطفال بدون سبب، بدون سبب. انا لاني ابن فرنجيه ولاني ابن كرامي تسامح. كيف يصير لبنان مع جعجع رئيس للجمهورية؟ جهنم. سمير جعجع بذكى ولا بلا ذكى بيحطنا باخر وحده. ما حدا مهتم. لبنان ليس اولويه باجنده احد الا باجنده الولايات المتحده. عند الولايات المتحده الامريكيه ممنوع ترجع تركب دوله هون. اللي مطلوب من عند الولايات المتحده الامريكيه يجرونا من الانهيار المالي والاقتصادي وكل هذه الانهيارات الى فتنه دمويه. كيف تترجم هذه الفتنة الدموية؟ مثل ما دائما كانت تترجم. كيف ترجمت ب 75؟ حرب أهلية. مش ضروري تكون على نفس الشكل. انه مطلوب انه لبنان يكون قنبله موقوته بخاصره سوريا، فلازم يكون مفخخ هيك، يعني عند اول اشاره بتجي تولع. والشغله الثانيه موضوع مقاومه على حدود هذا الكيان الصهيوني ممنوع. جربوا يضربوا هذه المقاومة بالحرب سنة 2006 ما زبطت. الخاسرة الرخوة للمقاومة هي الجبهة الداخلية. انه الفتنة الداخلية بتؤدي الى ايذاء المقاومة بشكل كتير كبير.